في الفيديو ده هشرح لك خطوة بخطوة ازاي تعمل حساب جوجل ادز من الصفر. لو عمرك ما شغلت حملات على جوجل ادز قبل كده ولا عملت اي اعلانات على جوجل ادز، يبقى قبل ما تبدأ لازم يكون عندك حساب لجوجل ادز. وحتى لو عندك حساب قديم ولكن انت عايز تنشئ حساب جديد عشان هتشتغل على البيزنس تاني، فتابع معايا الخطوات الموجودة في الفيديو ده. اول حاجة لازم تتأكد منها ان انت مسجل الدخول على حساب جوجل الخاص بيك. معظم الناس اصلا مسجلة حساب جوجل على المتصفح الخاص بيهم. لو انت بتستخدم جيميل او بتتفرج على اليوتيوب فده معناه ان انت مسجل بشكل تلقائي على حساب جوجل الخاص بيك. ولو اصلا ما عندكش حساب جوجل تقدر تعمل حساب بمنتهى البساطه وتسجل الدخول على المتصفح وبعدين تبدا تتابع الخطوات معايا. انا هنا مسجل الدخول على حساب جوجل الخاص بيا اهوت، انا كده مسجل الدخول. وبعد كده هندور او هنبحث على جوجل ادز، هتظهر لنا النتائج كده. ندوس على اي نتيجه، النتيجه دي او النتيجه دي. خلينا ندوس هنا على اول نتيجه وبعدين هندوس على ستارت ناو. فهتطلع قدامنا الرساله دي ان احنا نعمل اول كامبين لنا او نعمل حمله اعلانيه، لكن احنا مش لازم نشغل حمله اعلانيه عشان الحساب يشتغل او عشان ننشئ الحساب. فهندوس كده في اي حته بس عشان نعدي الخطوه ديت. وبعد كده هيطلب مننا بعض الخطوات: اسم البيزنس اللي انت هتشتغل عليه، وبعد كده الويب سايت، وبعد البيانات دي. فاحنا هنقدر نملى البيانات ديت بشكل سريع. انا هنا حطيت اسم البيزنس، وبعد كده هنا بيقول لك المفروض العملاء بتوعك هيروحوا فين بعد لما يضغطوا على الاد او على الاعلان. ففي عندك اختيارات: الويب سايت او رقم التليفون، او لو انت عندك تطبيق او ابلكيشن يعني على الموبايل. فالخطوه بتاعت ان انت تضيف الويب سايت دي هتكون اسهل حاجه. هتدوس على نيكست. في الشاشه اللي بعد كده بيطلب منك ان انت تضيف معلومات زياده زي رقم التليفون. هنا تقدر تضيف رقم التليفون او تعمل له اديت، او لو عندك قناه يوتيوب بتربطها هنا، او موبايل ابلكيشن، او عندك جوجل بيزنس بروفايل، تقدر تضيف الحاجات ديت اثناء ما انت بتعمل الحساب او بتنشئ الحساب. البيانات دي لو موجوده تقدر تضيفها، تعمل اد كده وبعدين تضيفها وبعدين تدوس نيكست. او بمنتهى البساطه عشان بس احنا ما نخليش الفيديو طويل هندوس على سكيب. الخطوه اللي بعد كده هتلاقي برضو جوجل ادز بيقترح عليك ان انت تبدا الكامبين الاول بتاعك، وبعدين بيسالك على الهدف من الكامبين ده هيكون عمليات شراء او ليد فورم، الناس تعمل سبميت للليد فورم او تتصل بيك. فبرضو احنا هنعمل سكيب لان احنا الفيديو ده مركزين بس ان احنا نعمل الحساب بتاع جوجل ادز. فهندوس على سكيب. برضو بيكمل في اقتراحات ان انت تعمل كامبين، برضو هتدوس على سكيب. اعمل ليف كامبين كرييشن، يعني عايزين نعدي الخطوه دي نعمل لها سكيب. وبعد كده بيبدا الخطوات او الجزء ده الخاص بالبيلنج او الفوتره بتاعتك. مهم جدا جدا في الخطوه ديت ان انت تحط البيانات دي بشكل سليم، علشان البيانات دي تغييرها بعد كده بيكون صعب جدا. يعني على سبيل المثال انت بتشتغل، انا هنا عشان في مصر فطلع لي البيانات بشكل تلقائي ان انا دولة الفوترة بتاعتي مصر، وبعد كده المنطقة الزمنية، التوقيت بتاع القاهرة او التوقيت بتاع مصر، وبعد كده العملة. الخطوة بتاعت العملة ديت او الاختيار بتاع العملة ده طالما اخترته اول مرة مفيش اي مجال ان انت تغيره تاني. فلو انت في مصر وعايز تشتغل بالجنيه المصري وعايز تخلي كل حساباتك بالجنيه المصري بتختار الجنيه المصري. يعني بتشتغل في الخليج في السعودية في الامارات بتختار العملة اللي انت عايز تشتغل بيها او الحساب هيتحاسب بيها بعد كده، او الدولار لو انت عايز تثبت عملة بحيث ان اوقات السعر بتاع الدولار بيتغير مقابل العملات التانية زي الجنيه المصري عندنا تحديدا يعني. فالمهم ان انت في الخطوة دي لازم تحدد انت عايز انهي عملة تشتغل بيها، لان هي دي اللي انت هتختارها، مش هينفع تغيرها تاني. انا هنا اختار بيانات الفوترة بتاعتي هسيبها على مصر والمنطقة الزمنية برضو مصر. وبعد كده العملة انا حابب ان انا اثبت الدولار فهختار يو اس دي، يو اس دولار، وبعد كده دوس كونتينيو. الشاشه اللي بعد كده اللي هنأكد فيها بيانات الدفع، فهنا تاني بيأكد ادي المنطقه اللي انا يعني الدوله مصر والمنطقه الزمنيه مصر. وهنا الكود ده لو انت عندك كود عشان يدي لك، بينزل لك حاجه زي قسيمه ان انت لو صرفت مبلغ معين يدي لك مبلغ قصاده. فاحنا الخطوه دي مش معانا دلوقتي. فهنا بيأكد عليك تاني اهوت ان المنطقه الزمنيه، اختيار المنطقه الزمنيه مش هينفع يتغير بعد كده. فتأكد انت عايز تختار انهي منطقه زمنيه، لان دي كل الحسابات او كل الارقام اللي هتظهر في الحساب هيكون بناء على المنطقه الزمنيه دي. وبعد كده هننزل هنا كده بيقول create new profile payments، ان انت هتعمل بروفايل البيمنت عشان تكون محفوظه على الحساب ده. فهندوس هنا كده على علامه الزائد او على create new payment profile. هيظهر معانا البوب اب ده فيه شويه البيانات ديت. البروفايل تبدا organization ولا individual، انت على حسب النشاط بتاعك او على حسب الشغل بتاعك وصفه عامل ازاي هتملى البيانات دي، وبعدين هتدوس على create. انا هنا كملت البيانات بشكل سريع وبعدين هدوس على create. هنا بيطلب مني ان انا احط طريقه دفع، فهدوس على add payment method، هندوس على add credit or debit card. وبعد كده هضيف او يعني هحط هنا كده البيانات بتاعه الكارت بتاعتي، وبعدين ادوس على سيف كارد. فالمفروض ان انا هنا كده اضيف الكارت بتاعي، لكن انا بس عشان بشرح التوتوريال كده مش هضيف بيانات الكارت. ففي هنا تنبيه انه بيتم خصم $10 من الكارت بتاعك للتاكد ان الكارت سليم وشغال وفيه رصيد. وال$10 دول بيرجعوا خلال اسبوع، بس قبل اسبوع بيكونوا رجعوا.
البيمنت سيتنج يعني طريقة المحاسبة بتاعة الحساب ده هتكون الاوتوماتيك بيمنت. اوتوماتيك بيمنت ده معناه ان انا بصرف طول الشهر، وبعد كده اول يوم في كل شهر بيتم خصم المبلغ اللي انا صرفته. حد الصرف ده بيختلف من حساب للتاني، وطبعا يعني بنسبة كبيرة الحسابات اللي بتكون لسه حسابات جديدة بيكون معدل او حد الصرف بتاعها بيكون قليل شوية. انت لما بتشغل حملات هو جوه بقى في الحته بتاعه البيلنج ديت بيقول لك ان انت حد الصرف التقريبي بتاعك تقريبا قد ايه. بعد كده في الخطوه دي هو بيعرض عليك هل انت عايز حد من جوجل ادز يتواصل معاك، من المختصين او الخبراء اللي شغالين في جوجل ادز، عشان يتواصل معاك ويفهمك الدنيا ماشيه ازاي. المكالمه دي بتكون او الميتنج ده بيكون عن طريق التليفون او عن طريق الشات يعني. فدي زي ما انت عايز تختارها يس اور نو. هنا كده برضه بيقول لك لو انت محتاج نصايح او محتاج حاجات يعني زي بروم اوفرز كده تتبعت لك على الايميل، فزي ما انت تحتاج يعني يس اور نو، مش هتفرق. فخلينا بس نخليها هنا كده نو، وبعد كده ندوس على سبميت. بعد ما تضغط على سبميت ممكن يطلبوا منك تاكيد لوسيله الدفع، وبعد كده الحساب بعدها بيتفعل ويظهر لك رساله ان الحساب بتاع جوجل ادز اتعمل بنجاح. كده انت حسابك جاهز على جوجل ادز وتقدر تبدا حملات. السؤال بقى دلوقتي تبدا بانهي نوع حملات؟ انا دايما بنصح ان انت اول لما تبدا بحملات سيرش كامبين او حملات بحث، لان الاعداد بتاعها بيكون سهل وبسيط. وان شاء الله تابعنا كده على القناه وهنبدا ننزل شروحات السيرش كامبين وكل انواع الكامبينز التانية. فما تنساش تتابعنا على القناه عشان تعرف ازاي تكمل في جوجل ادز. شكرا على المشاهده ونراكم على خير. السلام عليكم.